مريضنا هذا اليوم كان شاب من إحدى المحافظات الجنوبية، يعاني من شلل الأطراف الأربعة. هذا الشلل صار بشكل مفاجئ بالأطراف الأربعة نتيجة وجود ورم بالفقرة العنقية الخامسة. أجرت له عملية في إحدى المستشفيات. كانت العملية عبارة عن خزعة وما استفاد من المريض، وكان يمشي قبل هاي العملية كان يمشي وما عنده أي ضعف. بعدين خلال أسبوع المريض تدهورت حالته ووصل إلى شلل الأطراف الأربعة. حضر مستشفى كفيل، أجرينا له كافة التحاليل والأشعات اللازمة. أظهرت أشعات وجود ورم دموي بالفقرة الخامسة. هذا الورم دموي ممتد من جسم الفقرة إلى نتوءات الفقرة إلى الجزء الخلفي من الفقرة، وهذا الورم دموي يسبب ضغط شديد جدا على الحبل الشوكي وضرر بالحبل الشوكي. أجرينا له عملية. العملية كانت على مرحلتين. المرحلة الأولى رفع الانضغاط عن الحبل الشوكي من الخلف ورفع الورم بالكامل من الخلف وتثبيت الفقرات. بعدها بعد في نفس اليوم أجرينا المرحلة الثانية للعملية، وهي عملية رفع الورم بالكامل من جسم الفقرة الأمامي وزرع فقرة صناعية وتثبيت الفقرات العنقية من الأمام. لله الحمد والشكر، العملية كانت النجاح، والمريض خلال ساعتين بعد استفاقته من التخدير رجع يحرك أطرافه الأربعة. نحمد الله والشكر أنه ساهمنا بإنقاذ شاب في مقتبل العمر، ولله الحمد والشكر أنه توفرت عندنا إمكانات المستشفى كافي لإنقاذه، لأن هذا الحالة جدا صعبة، بها نزف شديد جدا، صعوبة جدا السيطرة على النزيف مالتها، لأن هذا الورم دموي في أغلب الأحيان يعني ينتهي أنه ما يسيطر على النزيف مالته. لله الحمد والشكر، ساعدتنا الإمكانيات الموجودة، سيطرنا على النزيف ولله الحمد.